السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل صينية مكاريل تحفة تحفة، عسل كده. بصوا من كتر جمالها وحلاوتها مش هتبطلي ابدا تعمليها، جميلة جدا جدا. وان شاء الله باذن الله هنعملها بالبطاطس وبخلطة خطيرة ان شاء الله، لما تجربيها تعجبك قوي. ده حوالي كيلو ونص مكاريل، يعني سمكتين كبار. هحتاج بصل، هحتاج فلفل، هحتاج جزر، هحتاج ليمون، هحتاج طماطم، هحتاج بطاطس. هنحط من كل حاجة النص كده ما عدا البطاطس. وهنا هحط خضرة، لو عندك طبعا خضرة يعني تكون فريش يكون احسن واجمل. طبعا دي عندي خضرة في الفريزر. حطيت معلقة بهارات سمك، وحطيت معلقة هريسة من اللي انا عملتها معاكم. واللي ما شافش الفيديو يرجع للفيديو بتاع الهريسة اللي انا عملتها معاكم. وحطيت توم، وحطيت كمان كمون وملح، بس كده. بس وحشيت الخلطة الأولانية كان فيها بصل وجزر وخضرة وفلفل وليمون. وهنا بقى وطماطم، هنا بقى حطيت بطاطس وطماطم وبصل وجزر وفلفل وخضرة. هحط من نفس البهارات اللي انا حطيتها في الاول، اللي هي بهارات السمك والكمون والملح ومعلقه هريسه بس صغنططه. وهقلب كل ده مع بعض وانزل بقى بالمكاريل. عايزه اقول لكم، عفوا، عايزه اقول لكم من كتر جمالها وحلاوتها انت مش هتبطلي ابدا تعمليها. وعصرت طبعا الليمون عليها، وبعد كده حطيته على الوش، وبعد كده غطيتها بورق فويل، وبعد كده غطيتها ب اسمه ايه، ورق زبده، وبعد كده ورق فويل. ده شكلها يا جماعه، عايزه اقول لكم جربوها تعجبكم جدا، طعمها تحفه بجد بجد، جميله جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. باي باي.